مستمرين في تغطية كواليس فيلم وش سجون، ومعانا دلوقتي النجم الجميل واللي دايما منورنا على شاشة البغدادية، النجم والمطرب أحمد العيساوي. أحمد برحب بيك والف مبروك على الفيلم. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين وبغداد والبغداديه كلها. بيك الف مبروك على فيلم وش سجون. يمكن دايما بتطل علينا من خلال اعمالك الجميله واغانيك. عايزين بقى تكلمنا عن مشاركتك النهارده في وش سجون. الله يخليكي. انا مشاركتي في فيلم وش سجون بشارك فيه بغنوتين، غنوه راقصه وغنوه دراما متفصله على احداث الفيلم يعني. لكن طبعا النجوم اللي قايمه بالفيلم نجوم كبار وليهم اساميهم: فنان باسم السمره، الفنان انس عز الدين، الفنان احمد فلوكس، فنانه دينا فؤاد، ومجموعه كبيره جدا جدا ربنا يوفقهم يعني. يمكن احنا كمان سمعنا ان انت هيجمعك مشاهد ما بينك وما بين ايناس، يمكن انت هتغني وناس هتكون موجوده معاك في نفس المشهد. طبعا فنان انس عز الدين دي زوجتي وام اولادي، ويسعدني. يمكن احنا التقينا قبل كده في اغنيه دويتو انا وهي، كان مسلسل الزوجه الثانيه اسمها الليله يا عمده، لكن النهارده انا بغني وهي بتمثل. يمكن احنا النهارده شايفين كواليس العمل شويه فيها روح حلوه قوي. عايزك تكلمني بقى عن كواليس العمل، شايفها ازاي؟ الناس كلها حابه بعض، فده اهم شيء في العمل يعني. الناس كلها حابه المخرج وحابه المنتج وحابه فريق عمل متكامل، فده المفروض يحصل يعني. كلمني عن الاغنيتين اللي انت هتطل علينا بيهم في الفيلم، كلمات مين والحان مين؟ انا عملت اغنيه اللي اسمها وحياة ابوك، دي كلمات احمد شريف، الحان وتوزيع على اغنيم، وبرضو الاغنيه يا حنينه اللي هي دراما، كلمات احمد شريف، الحان وتوزيع على اغنيم. هل هيكون في اغنيه دعايه للفيلم انت هتغنيها ولا هتقتصر بس جوه الفيلم؟ الغنوه اللي جوه الفيلم وحياة ابوك، اما الغنوه اللي هي دعايه للفيلم اللي هي الدراما على احداث الفيلم يعني. ان شاء الله. كلمات مين والحان مين؟ احمد شريف والحان وتوزيع على اغنيم. احمد، انا بستنهز الفرصه ان انت موجود معانا، ويمكن كان في فتره من الاشاعات كده طالعه على احمد العيساوي. عايزين برضو نقول لكل الجمهور، لان دايما الجمهور بيحب ان هو يستفسر او يعرف دي اشاعه ولا حقيقه. يمكن انا بس هذكر الجمهور ان الاشاعه اللي طلعت ان انت متزوج من واحده اخرى من غير الفنانه انس عز الدين، ويمكن انت نفيت دوت، بس احنا عايزين برضو منك نفي على شاشتنا. لا لا لا، انا فعلا كنت متزوج وعندي اولاد، وحاليا طبعا انفصلنا، وحاليا زوجتي الوحيده انس عز الدين 13 سنه يعني، وعندي محمد ونغم، وعندي آية وهاجر يعني. الحمد لله، وبقى المشاكل دي انتهت يعني، خلاص يعني كل حاجه راحت لحالها يعني. شايف هي بتقول كده ليه؟ يعني ايه الدافع ان هي تقول ان هي لسه على ذمتك او لسه ما زالت زوجتك حتى دلوقتي؟ يعني هو كان سوء تفاهم، والحمد لله كل شيء اتساوى وكل شيء خلص الحمد لله. الحمد لله. عايزين نعرف بقى جديدك ايه في الفترة الجاية بعد وش سجون؟ انا ان شاء الله بجهز لكليب جديد همتع بيه الناس، كلمات ملاك عادل، الحان محمد عبد المنعم، توزيع رفيع عاكف. الاغنيه اسمها الف حمد والف شكر ليك يا رب. ان شاء الله الناس هتشوفها ان شاء الله. تصورها فين، في مصر ولا بره مصر؟ لا، بيروت ان شاء الله. مع مين من المخرجين؟ اسلام فتحي ان شاء الله. يعني انت حابب تعملها بشكل معين؟ جو لبناني خالص، فان شاء الله يعني نروح ان شاء الله. طب ما تقول لنا كده حته منها. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب، إن عايش وإني لسه عندي قلب، كنت عايش وسط ناس بتدوس عليا، اللي يكسر قلبي واللي ذل فيه، كنت ماشي في أرض فيها بيوت خيانة، سبت نفسي لناس ما بتسنش الأمانة، واللي طلعته بإيديا لحد فوق ساب إيديا نزلت تحت وداس عليا، آخرة حبي ليهم طلعوا شوية جراح، دموعي دي مش عليهم، على عمر اللي راح، جرحوا فيا، ظلم الناس عليا، انا صعبان عليا قلبي يموت بين ايديهم، يا رب بعدنا عنهم، نجيني يا ربي منهم، ده مسيرهم يجيلهم يوم واتفرج عليهم، اخرة حبي ليك كده يعني. الله عليك يا احمد، وانت دايما منورنا على شاشة البغدادية، وكلمة منك تقولها لكل جمهور العراق اللي دايما متابعين اخبارك، تقول لهم ايه؟ قناة البغدادية، وحي شعب العراق، وحي الوطن العربي، ومبارك مصر على سيادة المشير فتح السيسي.